هل البرمجة صعبة؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها. البرمجة صعبة ولا سهلة؟ هل لازم تكون عبقري في الرياضيات ولا أي حد ممكن يتعلمها؟ أسئلة كتير بتدور في دماغي. أي حد بيفكر يبدأ البرمجة، والنهاردة هنكشف الحقيقة كاملة. في الفيديو ده هقول لك بمنتهى الصراحة البرمجة صعبة ولا سهلة، وهعرفك ازاي تبدأ صح بدون ما تضيع وقتك. أول حاجة، هل البرمجة صعبة فعلا؟ خلينا نكون واضحين، البرمجة مش سهلة لكنها مش مستحيلة. في البداية تحس إنها معقدة لأنك بتتعلم حاجة جديدة تماما، بس لو بدأت صح وتعبت في الطريق الصح في التعلم، هتكتشف إنها مجرد مهارة زي أي مهارة تانية، بتحتاج وقت وممارسة. تاني حاجة، هل لازم أكون شاطر في الرياضيات؟ ده من أكتر الأسئلة المنتشرة. هل لازم أكون عبقري في الرياضيات عشان أبقى مبرمج؟ الحقيقة لأ. معظم لغات البرمجة مش محتاجة رياضيات معقدة غير لو هتشتغل في مجالات زي الذكاء الاصطناعي أو تحليل البيانات. لكن لو هتشتغل في تطوير المواقع أو التطبيقات، الرياضيات الأساسيات كفاية بقى جدا. بس كان بياخد وقت عشان أتعلم برمجة؟ مفيش إجابة ثابتة للسؤال ده، لأنه بيعتمد على إنك بتذاكر قد إيه وبتطبق قد ايه. خليني اقول لك المتوسط، لو بتتعلم البرمجة جنب شغلك او دراستك هتحتاج من 3 ل6 شهور عشان تتقن الاساسيات، ولو بتتعلم بشكل مكثف كل يوم ممكن في شهرين او 3 تكون جاهز انك تبدأ تبني مشاريع. الفكرة مش في المدة، الفكرة انك بتتعلم ازاي وبتطبق ولا لا. 4، ايه المهارات اللي فعلا بتحتاجها الناس في فكرة البرمجة؟ ايه المهارات اللي فعلا بتحتاجها البرمجة؟ الناس فاكرة ان البرمجة كلها كتابة كود، لكن الحقيقة البرمجة طريقة تفكير، الصبر وحل المشكلات، لانك هتواجه اخطاء كتير وده شيء طبيعي. مهارات البحث، لانك مش لازم تحفظ كل حاجة لكن لازم تعرف تدور على الحلول بسرعة. التطبيق العملي، لانك مش هتتعلم البرمجة من مشاهدة الفيديوهات بس، لازم تكتب كود بنفسك وتعمل مشاريع. نصيحة ذهبية لأي حد لسه بيبدأ برمجة، أهم حاجة ابدأ دلوقتي، ما تضيعش وقتك في التفكير، ما تنساش الوقت المناسب. مفيش وقت مثالي، ابدأ النهاردة ولو ولو بخطوة بسيطة. والأهم ما تستسلمش بسرعة. البرمجة زي أي حاجة جديدة، هتحس إنها صعبة في الأول لكن مع الوقت والممارسة هتلاقي نفسك بتتطور بشكل خرافي. دلوقتي عرفت الحقيقة، البرمجة مش سهلة لكن مش مستحيلة. المهم انك تبدأ وتستمر. قول لي في الكومنتات ايه هي اكبر التحديات واجهتك في تعلم البرمجة، وهتبدأ منين. ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.